حمله من وزاره الداخليه لدفع الناخبين او لتشجيع الناخبين وتحفيزهم على التوجه بكثافه يوم 10 مايو على مراكز الانتخاب. الحمله هذه اتخذت شكل غزو بين المزدوجين تاع ليزاسابات والانسكونفيديسيتال. كان يقراها يقول بلي هذا يعكس مخاوف من السلطات يعني تتخوف من العزوف. انت واش قراءتك يعني مازال 3 شهور يعني وراهي السلطات تحرص على انها تحفز الناخبين يعني؟ طبعا لان من بعد الاحداث اللي وقعت في الجزائر، الاحداث المتراكمه ومتسلسله بعد الحراك اللي وقع في المحيط يعني المنطقه باكملها ما سمي بالثورات العربيه، خلقت جو جديد ومناخ جديد، وعلى الجزائر ان تتاقلم مع هذه التغيرات الواقعه على الساحه الوطنيه. على موعد مع الانتخابات الشرعيه، وانا سبق تكلمت يعني في كثير من اللقاءات انه هذا الموعد مهم جدا بالنسبه لمستقبل الجزائر. اللي الداخليه من وراء السلطه حابه تدفع الجزائريين باش يختاروا طبقه سياسيه بديله لها. لا، يخرجوا ينتخبوا، مش بديله لها، لا مش بديله لها، لانه بالنسبه لي السلطه القائمه اذا كان فشلت في الانتخابات القادمه ما عندهاش بطاقه اخرى قادره تخرج بها. انا بالنسبه لي ارى بانه فشل الانتخابات القادمه هي ستاتي وستفرز وضع جديد اخطر مما نحن عليه. النظام وصل لقناعه انه لابد من الانسجام مع الوضع العام القائم سواء داخليا او اقليميا او حتى دوليا، حيث انه الشيء اللي جرى في تونس مش ممكن بغض النظر عليه، فيه مقاطعات اللي وصلت 90% من المشاركه. الشيء اللي جرى في مصر على 3 دورات في الانتخابات، الشيء اللي وقع في المغرب يعني في تاريخ العرج يعني حتى ما تبانش الجزائر نشاز يعني. طبعا ما تقدرش تكون نشاز يعني، ما تقدرش تكون، لان تعيش في محيط. الشيء اللي وقع مثلا في المغرب في تاريخ العرش ما وقعش تنازل مثل هذا، رغم انه نظام ملكي، لكن الان اصبح يعني قسموا بين المؤسسات الان في المغرب تقوم كل مؤسسه بدورها. النظام في الجزائر يعني مقبل على تقديم تنازلات كما صار في المغرب. مش تنازلات، ما عندوش اختيار. مش رغبه منه. انا ما نقولكش باللي نظام توني ولا نظام ديمقراطي، ما نقولكش باللي اصبح الان يبعث. الان الوضع نتاع البلاد لا يحتمل ان نواصل في مثل هذه الوضعيه اللي رانا فيها. هو النظام نقول لك وصل لي قناعه، فرق بين القناعه وفرق بين الاراده. توصل قناعه باللي مسار طريق معين ما يخرجكش، لازم تبحث على مخرج اخر، حتى وان كان ماكش مقتنع باش تاخذ طريق اخر. اذا فيه قناعه باللي الوضع ما قدرش ينتظر اكثر مما هو عليه. سيدي باش قلت انه الاحزاب الموجوده حاليا لا تمثل، هل الاحزاب الجديده؟ ما نقولش لا تمثل، قلت لا تعكس. لا تعكس، هل ترى بان الاحزاب الجديده ستكون البديل على الاحزاب القادمه في الانتخابات الشرعيه؟ انا اقول اترك الاختيار للشعب يفرز الممثلين تاعو. انا ما نقدرش نقول لك بلي الاحزاب الجديده الان راه عندها تمثيل شعبي ولا راح تكون هي اللي تكون اغلبيه ولا عندها مصداقيه احسن من الاخرين، لا. بينما المبدا الاساسي هو ترك المجال للشعب الجزائري يختار الممثلين تاعو. سي طاهر، من الاحزاب المتواجده حاليا، هل النظام عنده احزابه؟ وفي الاحزاب الجديده اللي جايه هل النظام ايضا عنده احزاب؟ طبعا الاحزاب الحاليه باسم النظام عنده احزاب، الائتلاف هو مع حزب النظام. وجديده؟ الجديده انا عندما نتكلم على شو كي نتكلم على نظافه الانتخابات، وش معنى نظافه الانتخابات؟ وش معناه باللي ترك المجال يعني هو مفتوح امام. الان فيه توجيه للعمل، فيه توجيه الان الانتخابات. كيف؟ الان فيه توجيه، بحيث احنا نتبع الان التلفزيون وراء كل خطوه من خطوات، والناس بدات بحملات انتخابيه مسبقه
بينما الاحزاب الجديده نظمنا ندوات ولائيه، ندوات جهويه، لقاءات، ما يجيش التلفزيون يغطي بحجه انك ما عندكش لا. وهذا غير مقبول يعني، بحيث الناس اللي يجوا عندنا ونتلاقاو في الولايات في تجمعات تفوق بالالف، ما عندهمش حق في الاعلام كباقي الجزائريين. تحضير جاري الان لانشاء كوكتيل في المجلس الشعبي الوطني، حيث فتح المجال لكل الاحزاب اللي حوضت الملفات، تقديم نوع من التسهيلات للمترشحين الاحرار، وحنا لسنا ضد ذلك. كذلك النسبه المئويه اللي فرضوها نتاع المراه داخله في هذا الحساب، انه مش ممكن باش تكون كتله قويه او كتلتين قويتين في المجلس الشعبي الوطني اللي راح يغطوا يمثلوا الواجهه الحقيقيه نتاع المجلس الشعبي. الكثير من الاحزاب الجديده هذه قادتها والمؤسسين تاعها كانوا بشكل او باخر في منظومه الحكم، يعني في النظام. انت كنت في منظمه ضد الشهداء اللي كانت منظمه جماهيريه غايه الوقت، جزء من السياسه والنظام. محمد سعيد كان سفير، عمار بن يونس كان وزير. يعني الجزائريين في النهايه راح يختاروا ولاد النظام، يعني مدعوين لاختيار كبديل ناس كانوا جزء من الناس. يظهر لي انا بالنسبه شوف هذا مسار والاشخاص، لانه مسار سياسي نتاع المسيره نتاع الدوله ما نقدرش نقيمها بالمسار نتاع الاشخاص. ربما كانت اشخاص كثير اللي كيتكلموا على اللي كانوا في الحكومه، كان بزاف ناس خيرين اللي كانوا في الحكومه، ماشي غير هذو، حتى اللي الان على هامش يعني من العمل السياسي كشخصيات وطنيه كانوا في النظام ككل، ولكن نيتهم صادقه ودعواتهم صادقه بالنسبه لبناء مجتمع جديد، لانهم جربوا. هؤلاء كانوا في مسار معين صحيح، لكن ربما ادركوا ان الوضع اللي تعيشه البلاد يتطلب اجراءات اخرى، وبالتالي خرجوا عبروا عن التصور تاعهم لكيفيه الحلول. بالعكس ربما هذو عاشوا تجارب، الان راهم يصحوا في المسار اللي يعني ما نقدرش نحكم على الشخص بس كان في الحكومه، يكون في الحكومه لا روح يعني. لا ما نقصدوش النظافه، نقصدوا الجزائريين مش نعطيهم حاجه جديده، عندنا ندوا لهم الناس اللي شافوهم. لكن المسؤول اللي كانوا يذكرهم كاع كانوا انا بالنسبه لي موظفين مش مسؤولين، كانوا موظفين عاشوا تجارب معينه، مشاو في مسار معين، الان عندهم ما سيروش. تقصد ما سيروش مولا الحكومه تسير في الجزائر. انا بالنسبه لي موظفين شكون كاين مجموعه اللي اصحاب القرار في البلاد اللي تمشي. بالنسبه للحكومات انا بالنسبه لي اشوف 90% من المسؤولين الحاليين موظفين، يعني موظفين عند في جمهوريه موظفين، لان هذا المسؤول اللي بادر، المسؤول اللي يقدر ياخذ قرار في القطاع نتاعو، المسؤول اللي قادر ياخذ اجراءات بدون ما يرجع للاخرين. احنا ما كان والو، توصل حاجه انه كان ما يسالش ما يقدرش هذا بالنسبه لي انا كانوا موظفين على كل في حكومات متعاقبه، لكن يعني ما نقدرش نحكم عليهم بس كانوا في الحكومه، ما يقدروش الان يأسسوا احزاب وما يقدروش ياتوا بالبديل ولا مش صافقين مع الشعب. يظهر لي يعني مش هذا مش بالنسبه لي مش عيب.